يا حجاج اليمن هل منكم أويس، يا حجاج اليمن هل منكم أويس. ده كان اللي بيعمله الصحابة لما يسمعوا إن وفد من اليمن جاء ليحج إلى بيت الله الحرام. من هو أويس بن عامر؟ أويس بن عامر القرني. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أنداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون أويس بن عامر مع حجاج اليمن، لكنه ما كان معروف بين اليمنيين، إلى أن استطاع واحد من الوفود أن يعرفه. وقيل إن سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا علي ذهبوا إليه فوجدوه رجل فقير وسألوه عن العلامة التي في جسده فوجدوها هي، فطلبوا منه أن يستغفر لهم. رضى الله عن التابعين وتابع التابعين، ورضى الله عن من صدق معه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. باركول يا بنات، العريس وصل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا يعني حل المشكلة اللي عرضتها لكم الفيديو اللي فات بعد ما الفريزر بتاعنا باظ. فالحمد لله استقرينا وجبنا فريزر بيكو اللي هو أدراج، ده 7 درج. هقول لكم طبعا كل شيء فيه يعني، واللي حابة تشتري فريزر برضو ومترددة، لأن طبعا دي فلوس كتيرة يا بنات، فاللي حابة تشتري فريزر استني شوية، أنا برضو هديكي تفصيل لو حابة تدخلي في التعليقات واسأليني، لأنه بسم الله ما شاء الله كما قالوا إن هم شكروا فيه كتير. هو تركي يا بنات، 7 أدراج نفرست. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأدراج اللي أنا حاطة فيها اللحمة دي يعني استيعابها كبير ما شاء الله، يعني بتشيل. وفي أدراج في برضو يعني في درجين أكبر من من ال5 الباقيين مساحتهم يعني، وله لوحة تحكم في الباب يعني. هو بيجي مظبوط على -18 التبريد بتاعه، ممكن توصليها ل24 يعني بضغطة واحدة كده. طبعا احنا لسه بنتعلم فيه، بس طبعا انا ايه يعني خدت منهم بعض الكلمات. لكن بصوا انا وريتكم الزمزمية بتاع الولد، هو مش واقفة بالطول، انا تنيتها لان هي مش بطوله، وكمان انا خفت برضو تكبكب مية وكده، وانت عارفين ان الغربال الجديد له شدة يعني. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خيره، وأن يكفينا شره، وأن يدخله علينا يا رب بالخير، وأن يقدرنا يا رب على السداد. طبعا هو آتينا به قسط يا بنات، جبناه قسط لأن طبعا الظروف ما لا تسمح في هذا الوقت، شهر 10 وشهر 9 والمدارس. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وهو كاش يا بنات ب33 ألف. طبعا احنا بنهتم بالسعر، فممكن حد يطلع بدري من الفيديو، فهو ب33 يا حبيباتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. له ضمان تقريبا 15 سنة، 5 على الثلاجة و10 على الموتور. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده المكان يا بنات اللي كنت حاطة فيه المواعين، كان يعني تقريبا بصوا يعني، واحنا لما خدنا الشقة المكان ده كان ايه، كان حمام، فطبعا ما كانش ينفع اساسا يستخدم، فاحنا بدلناه. عملنا يعني حمام جديد في الشقة اللي احنا خدناها. وانا نقلت المواعين يا بنات، واستغليت التلاجة القديمة وعملتها وحدة تخزين للمواعين. والرف الكبير اللي فوق هحط فيه السكر والزيت وما شابه ذلك يعني. انا طبعا في الوقت الحاضر يعني لسه انا ما عملتش المطبخ، ف يعني أنا باستغل كل جزء في البيت، يعني يمكن زي ما انتم شايفين يعني كل جزء في البيت بحاول استغله. ليه طيب ما بعناش التلاجة وليه ما صلحناهاش؟ يا بنت التلاجة مش أول مرة تبوظ، دي كذا مرة يعني بايظة، وطبعا هي كده هتبقى محتاجة فريزر كامل. مش إن هي مثلا خلص الغاز وهنملاه، لأ هي كده عايزة فريزر كامل. فطبعا مصاريف بمصاريف، فالأولى هنجيب حاجة، احنا كده كنا هنجيب، بس طبعا ما كانش في وقت ولا أوان، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتاخد فلوس كتيرة وهتبوظ تاني وملهاش لازمة يعني. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يقدرنا على السداد، وأن يرزق كل يا ربي كل إنسان ويقضي له مصالحه يا ربي، ويقضي حاجاته إن شاء الله. فطبعا يا بنات انتوا طبعا شفتوا في أول الفيديو الغسيل. طبعا أول ما أنا من الناس اللي لو جبت فوطة مطبخ داخلة البيت جديد، فالواحد بيقوم يمسح لها البيت بقى، ويكنس ويرش بقى زي ما بيقولوا، ينظف كده. وما بالك بقى فريزر بقى، الله المستعان. فقمت بدري طبعا، استعدينا له. يعني احنا رحنا للشركة، خلصنا إجراءات القسط والكلام من ده. وهم تاني يوم كان بفضل الله وصل الحمد لله. وطبعا بسم الله ما شاء الله يا بنات، صوته واطي عشان انا كنت خايفه من شفت عليه كذا تعليق بيقول صوته عالي او حاجه. لا، هو بسم الله ما شاء الله صوته واطي خالص. فربنا يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، ويقضي لنا مصالحنا ويسدد عنا يا رب. انا دلوقتي يا بنات غسلت اللي هو زمزميات البوكسات بتاع الولاد وكده. وكنت عايزه اعمل لهم ايه، أجهّز لهم الفطار بدري، عشان يعني ده العصر، فكنت عايزة أجهّز حاجة ياخدوها معاهم للفطار. فكان في فكري يعني إن أنا هاعمل لهم إيه، فاكرين الكادوسية يا بنات؟ الكادوسية اللي بتتعمل بالمكنة دي. هتشوفوا المكنة، ودي أنا بانصح بيها أي حد أو أي واحدة عندها أولاد، إن المكنة دي تكون في البيت. ليه يا بنات؟ أنا باعمل بيها الأندومي لولادي يعني. باعمل لهم شبيه الأندومي طبعًا، مش الأندومي اللي هو، باعمل لهم شبيه الأندومي، وباحط لهم في أطباق وبياكلوا زي الأندومي كده. إحنا ما بيشتروش أبدًا، أبدًا أندومي من برّه بفضل من الله ونعمة. يعني مش هو آخر الطحين ده، بس أنا عندي طحين جديد جاني الحمد لله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده اللي كان في ذهني في هذا الوقت. لكن طبعًا الست خديجة كان لها رأي آخر، وهتشوفوا طبعًا أنا مصورة كل حاجة، ما عرفتش أحذف طبعًا. فأنا غيّرت رأيي وعملت شوية أندومي بساط كده، و وكمّلت الباقي إيه للصبح، عملته أكل ليهم يعني. في الفيديو ده يا بنات كنت حابة أكلمكم عن نقطتين. النقطة الأولى إن أنا من ساعة ما عملت القناة باقول يا بنات لازم كل واحدة فينا يكون ليها دخل إضافي تاني. أي دخل بقى، إذا كنتِ أنتِ من الأرياف وتقدري تربي طيور والكلام من ده، وتبيعي ويكون لِك مصدر دخل، اعملي. إذا كنتِ يعني عندِك مهارة التدريس والكلام ده، ادّي دروس، نمّي نفسِك، اعملي قناة، اللي تقدري يا بنات تعملوه عشان يكون لِك دخل إضافي اعملوه. أنا بعد القسط ده أنا كده زيرو دخل من الحكومة، زيرو دخل حرفيًا. فالله المستعان، أسأل الله أن يوسّع أرزاقنا. فدي يا بنات حابة ألفت نظركم برضه ليها تاني. ما تضمنيش الظروف، ما تضمنيش الظروف، الدنيا متقلبة والأحوال متغيرة، ونسأل الله أن يبدل حالنا إلى أحسن حال، وأن يكفينا شر فواجع الأقدار يا رب. اللهم اكفنا شر فواجع الأقدار يا رب. ده أول نقطة. فيا بنات كل واحدة فيكم تمسك ورقة وقلم أو كشكول أو أي حاجة، وتكتب انتي نفسك تعملي ايه. طيب أنا ما عنديش حاجة أعملها، ما عنديش موهبة أعملها، ما عنديش شيء، بس بيدخل لي مثلا دخل. مثلا أنا مسؤولة عن البيت، كل مثلا أسبوع أو كل حاجة اتفضلي دي ميزانية البيت، خصصي جزء من الميزانية دي حطيه للطوارئ ليكي انتي، ليكي انتي. يعني والله ما تضمنوا تقلب الظروف، يعني الله المستعان على كل حال. وفكري في كلامي واقعدي مع نفسك وادرسي. بس أنا يا بنات بقول لكم الدنيا مش مضمونة. تمام. طيب، فيها أحد حبيباتي أرسلت لي، أو يعني بتقول إن هي في عيلة متجوزة، يعني في عيلة. وطبعا جاءهم في ضيفة، جاتهم ضيفة وعزموها كدايدن إيه. الست خديجة بدأت الرحلة معايا. مهم. كدايدن أهل الريف يا بنات، لما يجي مثلا حد علينا من بره بيبقى بنعزموه واحد ورا التاني ورا التاني، ولو طول برضو يتكرر العزومة عادي، ما فيش مشكلة، يعني ياخد حقه تالت ومتلت. فطبعا الضيفة دي دخلت بيت الأخت السائلة، وطبعا ما عجبهاش الأكل. فبعد ما خلصت وكلت وشبعت طبعا، مع ان كان معاها جمهور تاني، على يعني ناس تاني معاها. فطلعت ايه بقى، فضفضت بالكلام. تمام. المهم طبعا بصوا يا بنات،
سواء كنتِ في أرياف، سواء كنتِ وحدِك، سواء كنتِ في أي مكان فيه تجمعات، احفظ لسانك. حاجة عجبتِك، حاجة ما عجبتكيش ما تتكلميش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا ولم يعجبه لم يذم ولم يعني ما بيتكلمش، ما يحكيش. تمام؟ حمد الله وقام. ده لما الأكل ما يعجبكيش، لكن الأكل عجبِك وكلتِ ورُحتِ اتكلمتِ. طيب أنتِ إذا دخلتِ بيت حد أو كلنا مفروض أي حد يدخل بيت حد يدخل أعمى ويخرج أعمى وأخرس، يدخل أعمى ويخرج إيه أعمى وأخرس. يعني لما تدخل البيت ما تبقاش تتلفت في جنبات البيت، يعني لربما يعني الناس، يعني سبحان الله تكون مثلا الظروف مش حلوة، مثلا تكون مثلا يعني هم مبينين لك الصورة الكويسة، يعني الصورة الكويسة. فليه مثلا أو تدخلي تتلفتي في البيت ليه؟ ليه مثلا انا هقوم اساعد وتدخلي تقتحمي المطبخ؟ يعني انت لو حابه تساعديها وانت قاعده مكانك ممكن تلمي الاكل وانت قاعده مكانك، ما هي هتيجي تاخد الصحونه وتاخد الشيء كده. ده لما انت تبقي عارفه نفسك انك انت داخله تنتقدي، فما تدخليش يعني تبقي نيتك تدخلي تنتقدي وتذمي وتوصلي كلام وكده، يعني غلط، يعني غلط كبير جدا عند ربنا دي. طيب فين المشكلة؟ المشكلة يا بنات إن صاحبتنا اللي هي السائلة دي زوجها عصبي جدا، يعني وطبعا الكلام بقى، ودي ما كلتش عشان الأكل فيه حاجة، عشان مثلا مش نظيف، عشان مش كده، عشان الله أعلم بقى إيه الحقيقة. يعني فصاحبتنا السائلة دي بتقول أنا ليا الحق وأنا مظلومة، ولكن زوجها إذا سمع بالمخاض ده، مخاض الكلام وكده، هتبقى النتائج وخيمة عليها هي. تمام؟ يعني مش هيقف في صفها بمعنى صح. تمام؟ فأنا رأيي ليك يا حبيبتي، وإذا كنت مكانك اقتلي الكلام، موتي الكلام في وقته كده. لو تقدري تتكلمي وجها لوجه مع الست دي وتقولي لها لو انت قلتي انا مسامحاكي، ولو ما قلتيش برضو مسامحاكي، ويعني تجري باللين، يعني بالتودد، وما تبينلهاش ان زوجك هيتضايق وكده لو عرف. لا، انت بالتودد كده، احنا بنش الكلام ده ولا انا اصدق فيكي، وان كان قالت فطبعا وما الله بغافل عما تعملون. يعني هي بقى هتلاقي جزاها عند ربنا. لكن أنا في رأيي على قد ما تقدري تموتي الكلام موتيه، رغم إن الكلمة لما بتطلع ما بتموتش، دي بتتكاثر وتنجب وسبحان الله بتتضاعف. تمام؟ فيا بنات ننأوا بنفسنا عن مثل هذه المشكلات. يعني سبحان الله معها الحق وخايفة، معها الحق وخايفة. سبحان الله. اتقوا الله في نساء، يعني اتقوا الله في النساء، يعني سبحان الله. فالله المستعان. مثل هذه النساء يعني أسأل الله العظيم أن لا يجمعنا بهم لا دنيا ولا آخرة، يعني اللي هي تبقى حبيبة وتجيلك بقى إيه من ناحية التودد والتقرب وتطلع تتكلم عليكي. سبحان الله. يعني هذا ما أقساه النوع ده من البشر، اللي هو لا تأمنيه، لا تأمني غدره. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا شيخة انتي مش عارفة ظروف الناس اللي هم استضافوك دي، يمكن الست تعبانة يعني، وهي صاحبة الرسالة حامل، يعني حامل وفي شهورها اللي هي آخر الشهور يعني. فسبحان الله يا شيخة، قامت وعملت وعلى قد جهدها، حتى لو فيه الأكل شيء، على أقل شيء ادعي لها وخلاص يا شيخ، ما تاكليش. فسبحان الله يعني. وأختي السائلة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأتي لك بحقك، وهيجي حقك برضه، يعني عاجلا أم آجل. ولكن أنا في رأيي إنك توقدي الكلام وتموتي الكلام، ومين قال، وإحنا عايزين نعرف بس مين قال عليا، وأنا هحلف بقى إن أنا ما قلت، ومين قال، وهاتوا اللي قال وهاتوا اللي عاد، ومخاض لا عني لا يسمن ولا يغني من جوع. فسبحان الله، أنت على قدر ما تقدري تنقي بنفسك عن مثل هذه الترهات. وأنا أنصحكم، وأنا أولكم يا بنات، نبقى في مجالس نساء، نبقى في المجالس لا نتحدث أزيد من الحمد لله وتمام، فضل من الله ونعمة، وأزيد من كده لا تقولي أي شيء، لا تفتي ولا تدلو بدلوك في أي شيء، خاصة في بيوت العيلة يا بنات. احذروا بيوت العيلة يا بنات، احذروا الاختلاط يا بنات. احنا مسلمين، أنا والله لا متشددة ولا شيخة ولا شيء، بس أنا بقول لك
من حبي في الإسلام. الإسلام ده خلانا كالجواهر، لقالق كده، لقالق ليه مكنونات في بيوتنا مع نفسنا، لكن ما يبقاش معايا سيلفي ومعايا حماية ومعايا دول ناس غريبة عني. خلي بالكم يا بنات، يا بنات دي نفوس بشر. تحفظي على نفسك وتحافظي على نفسك قدر المستطاع. انت كنت في بيت عيلة والظروف جبرتك لهذا الوضع، بصي البس لبسي كأن أنا نازلة الشارع، ما يتوسخ الإدناء أو الملحفة أو أي شيء أو النقاب. انزلي بلبسك الشرعي الواسع، ولو مش بتلبسي النقابات واللبس الإسلامي، البسي العبايات الواسعة التي لا تظهر مفاتنك أمام أسلافك وأمام حماكي، وصوتك ما يعلاش، وهزار ممنوع يا بنات، يا بنات، بنات اللي في البيوت، بنات اللي في العيلة يا حبيباتي. والله العظيم ما أكثر مشاكل العيلة، ما أكثر إن هو ده زي أخويا، ده زي لا ده ابن عمي، لا ده احنا تربينا مع بعض. مفيش حاجة اسمها كده يا حبيباتي. يعني الراجل راجل، وانت ما لا يحل لك إلا محارمك، ومحارمك في هذا الزمن اللي يعني نسأل الله أن يخرجنا منه على خير، تعامليهم تلبسي قدامهم زي ما انت لابسة في الشارع. بصوها بقيت تجيب كتب وترمي لنا عشان قلنا لها اطلعي بره. ولما بص، ولما يشلوها اخواتها وودوها عند لولو اللي بتسمعها، فتسمح شوية وتيجي تبهدلنا بالشكل ده. بصوا يعني احنا خدنا معاها مجال. في الاخر قلت لها خلاص يعني، طب بصي بارك الله فيما رزق، واعملوا لها نعمل دول. كانت المية يا بنات اللي عملتها اللي عملت له الكدس والله متعب الموضوع، يعني انا تعبت على الفاضي، بس يعني كلنا الحمد لله، عملنا شوية بسط بس كلناهم. فهي مصرة بقى تشتغل. فيا حبيباتي أنصحكم ونفسي، انت في بيت العيلة ليكي أمور محددة، انت تنزلي اشتغلي الموجود، اللي مثلا اللي قدامك ناقصة قومي اعمليها. والشغل يا بنات اخره غسيل ايدين، يعني انت لما تشتغلي اخرك غسيل ايدين. ما تقوليش بقى ده مريحين سلفتي عليا ولا من الكلام ده كله. انا عارفة البيوت وعارفة ان فيها مش، بس انت اعملي على قد جهدك. انت تقدري تعملي كده، وتعبتي ارتاحي، ارتاحي قولي لهم مثلا تعبت. لكن ما ده الشق اللي هو العمل في البيت ده، انا ما يعني لا انكر جهدي بصراحة يعني. ليه لا انكر جهدي؟ لان ده من بات كلا من عمل يده اصبح مغفورا له. انت لما تتعبي في الشغل ده وتنجزي في الشغل ده وتعملي اللي عليكي مرضاة الله، ده لا يعني جزائك عند ربنا. فاهمين؟ احنا مش بنعامل بشر، ده شيء. لكن أنا اللي يهمني التعامل، التعامل، العلاقات يا بنات، العلاقات. دخلت بيت العيلة تدخلي بحدود، وأنا قلت لكم قبل كده لا نذم ولا نشكر إلا بعد سنة وست أشهر. خلوها سنتين، يعني ما تعرفيش الناس دي جواها إيه. تمام؟ فالله المستعان. انت نزلت بيت العيلة تحت مثلا، كنت فوق ونزلت تحت، كنت في البيت التاني بعيد عنهم ورايحة البيت حماكي، تلبسي في البيت زي الشارع بالظبط، زي ما بتتعاملي في الشارع تتعاملي في البيت. ولو وصلتي معانا لحد هنا حبيباتي، ما تنسوش طبعا لايك والاشتراك في القناة إذا لم تشتركي، يعني شرفيني في القناة. ودعوة حلوة ولكم بالمثل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من القال ومن القيل. اللهم احفظنا من القال ومن القيل يا بنات. لا تحقرن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الكلام الصغنون السفسوف ده اللي قد كده ده بيعمل جبال. و بص، مصرة مصرة، إصرار عجيب. طبعا احنا استسلمنا لها في النهاية طبعا، يعني زي ما انتم شايفين فستانها كله بقى دقيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لي فيهم يا رب، وأن يبارك لكم في أحبابكم يا رب، وأن يكرمنا ويكرمكم. وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد انتظروا فيديوهات قوية بإذن الله. إن شاء الله هنتكلم فيها عن التعامل في بيت العيلة يا بنات بكافة جوانبه بإذن الواحد الأحد. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني هعمل لكم سلسلة من الادخار، بما إننا يعني الحمد لله أصبحنا يعني إيه، هتشوفوا إن شاء الله إزاي هنمشي الأمور، وإزاي ندخر برضو على وضعنا هذا بإذن الواحد الأحد يعني.
فأختي السائلة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعني هيرجع لك حقك عاجلا غير آجل. ولكن لو يعني لو تسمعي رأيي على قدر ما تؤيدي الكلام أؤديه. يلا حبيباتي، إلى لقاء. إلى لقاء.